أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا حول موقفه من أحداث مباراة سباهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وألغيت المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونشر اتحاد جدة بيانا عبر حساباته على مواقع للتواصل الاجتماعي وجاء كالتالي: يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الاثنين 17/3/1445 هجريا للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهن الإيراني، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار. أضاف البيان: نادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح. وفي هذا الإطار يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر بيانا يعلق من خلاله على أحداث مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهن أصفهان الإيراني. وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه: تم إلغاء مباراة المجموعة سي في دوري أبطال آسيا بين سباهن والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقشجهان في أصفهان الليلة بسبب ظروف غير متوقعة. ويؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة. وتم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهن أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة. ورفض لاعب الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. وطلب للاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر. ويتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الذي قتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020. والجدير بالذكر أن المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقشجهان كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولمليك الأوزبكي. وفاز الاتحاد على أولمليك في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهن بهدفين لكل فريق. وحتى الآن فاز القوة الجوية على أولمليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهن. هذا وصعد نادي سباهن أصفهان الإيراني من أزمة إلغاء مباراته أمام فريق الاتحاد السعودي. ووفقا للإعلامي الرياضي داود كدري، قدم نادي سباهن أصفهان شكوى رسمية ضد نظيره الاتحادي بعد انسحابه من المباراة. وكشف كدري عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس عن أن الفريق الإيراني حاول إقامة المباراة بأي شكل، حيث طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل موعد انطلاقتها من 7:00 مساء إلى 9:00 بتوقيت مكة المكرمة. من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لنادي سباهن الإيراني في تصريح تلفزيوني: منذ أكثر من عامين ملعب نقشجهان تم تأكيد اعتماده من قبل فيفا والاتحاد الآسيوي. وقال: قبل المباراة لم يثير أي شكوك حول الملعب، ولقد استخدم نادي الاتحاد الملعب في اليوم السابق للمباراة. أثاروا بعض المطالب قبل دقائق من المباراة، وقرروا عدم النزول لأرض الملعب ليغادروا أصفهان. سنتقدم بشكوى للاتحاد الآسيوي.